صبري نخنوخ المثير للجدل واللي عليه علامات استفهام كتير بسبب الكلام اللي اتقال عنه. شوية قالوا انه بلطجي واسطورة البلطجة الشاملة، وشوية قالوا لا مش بلطجي، لدرجة انه بقى حديث السوشيال ميديا كلها، والكل بيتكلم عليه بعد انتشار صفحاته بشكل كبير على السوشيال ميديا، وكمان بسبب صوره وعلاقاته مع فنانين كتير واللي اثارت الجدل وخلت الكل يسأل مين هو صبري نخنوخ، وازاي قدر يتحول من تاجر خردة لكل الغنى والنفوذ ده كله. تعالوا اقول لكم مين هو صبري نخنوخ وازاي زادت قوته ونفوذه بالشكل ده. الكلام المنشور عن صبري نخنوخ انه بدأ حياته كان شغال مع والده المعلم حنا نخنوخ تاجر الخردة، وليه اخين سامي وسعيد، وكانوا عايشين في منطقة السبتية. وطبعا السبتية معروف عنها ان منطقة ما بتخلاش من المشاكل والخناقات بين تجار الخردة، ومن هنا بدأ المعلم صبري يتدخل في المشاكل شوية ويجمع اسلحة ويجيب منها الآلي. وكانت اول خناقة كبيرة له كانت مع بلطجي اسمه جمال وردة صاحب كباريه في الهرم، وساعتها اتقبض على نخنوخ في مالها ليلي في المهندسين، واعترف انه اشترى السلاح من تاجر في الجيزة، والغريب انه طلع من الحبس وخد براءة، وده اللي عمل جدل كبير وقتها. واللي اتقال بعدها انه بعد الافراج عن نخنوخ في الخناقة دي قرر انه يسيب الخردة ويشتغل بلطجي. وفعلا كان والده عنده بيت في بولاق وكان عبارة عن 5 ادوار بيجمع فيه رجالته وكان بيدربهم شوية. ناس كتيرة قالت انه بدأوا يعملوا حملات كبيرة على محلات وسط البلد وفرضوا عليهم اتوات، ولما لقى الموضوع مشي معاه وبيجيب فلوس خد رجالته ونزلوا شارع الهرم، وهناك بقى اتفتحت له سكك كتير واصحاب المحلات خصصوا له مرتب شهري. المهم المعلم نخنوخ في يوم وليلة اتحول من ابن تاجر خردة لأحد أهم الملاك في مصر. عنده معارض كتير بتبيع الآلات الزراعية في منطقة القللي، وعنده كمان توكيلات هوندا وغيره كتير جدا مكتوبين باسمه او باسم اخوه سعيد نخنوخ. وكمان بيملك قطعة ارض كبيرة مساحتها حوالي 3 أفدنة جنب قصر المسعود عند فندق الواحة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومركب عايمة في العجوزة وهي عبارة عن مطعم وديسكو. مش بس كده، ده كمان عنده قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط على تبة عالية بتطل على البحيرة، وعنده فيلا تانية في الساحل الشمالي، وفيلا تالتة في شرم الشيخ، وفيلا رابعة في بورتو السخنة، وعنده كمان 26 شاليه ضيف عليهم مساحات اراضي كبيرة جدا في اسكندرية ومحافظات تانية كتير. كل الاراضي دي في كلام من ناس بتقول ان استولى عليها بوضع اليد. ضيف بقى على كل الممتلكات دي اسطول العربيات اللي بيضم احدث ماركات السيارات في العالم زي الهامر والبي ام دبليو السياحية وواحدة تانية ملاكي وغيرهم كتير جدا. الغريب ان نخنوخ محافظ على شهرته على السوشيال ميديا ودايما بيشارك الجمهور بصوره الجديدة، وده مش عاجب ناس، وناس تانية بتتمنى تعيش زي صبري نخنوخ. قول لنا انت ايه رأيك في ابن تاجر الخردة اللي بقى اهم الملاك في مصر، وهل فعلا بتشوفه بلطجي ولا لا؟